واش هذا عاد الدري ميت وما كلشي مشي وقن عليه المخزن البوليس كلشي كيشوف فيه ومسامحين فيه؟ علاش هذا الشيء ملي ما يدخلوناش علاش جابونا؟ حلمت بأن تفتح لها إسبانيا أبوابها، ولكن يبدو أن أبواب السجون المغربية هي من ستفتح لها أبوابها. علاش جايبنا حنا بولادنا حنا جالسين مرميين حنا هنايا بالجوع بالنوع، كيدخلوا الشباب تما كيقتلوهم بالجوع بالنوع بالعاني باش يدخلوهم ويوليو يخرجوهم. علاش فتحوا لهم علاش يوليو يخرجوهم؟ ملي ما يقدوش بينا علاش حلوا لينا الحدود؟ علاش حلوا؟ الشباب كتموت. مني حليتي قد ما سقطش ما تحلش. راه الخوف ديالنا هو اللي خلانا جبناء وخلانا هكا. انا جيب لي مسؤول انا نهضر معاه اخي. هذه السيدة المواطنة المغربية البسيطة حلمت بأن تفتح لها إسبانيا أبوابها، ولكن يبدو أن أبواب السجون المغربية هي من ستفتح لها أبوابها. يقول موقع اليوم 24 بأن السلطات القضائية اعتقلتها على خلفية تصريح قالت فيه أن جهات ما هي من حرضت المهاجرات والمهاجرين الانتقال إلى سبتة بطريقة غير نظامية. قبل ما نعلق على هذا الخبر أناشدكم وأتوسل إليكم أن تولوا هذه الحلقة عناية خاصة، لأننا سنضع الأصبع على الجرح. قبل هذا دعونا نستمع مرة أخرى لتصريح هذه السيدة، خاصة وأن الأمر يتعلق بتصريح لا أعرف إن كانت السلطة القضائية قد بحثت معها بخصوصه، ما يتعلق بتعرضها للتحرش الجنسي. نذكركم بهذا التصريح. واش عباد الله جايبين الشباب كلشي كيغرق كلشي كيموت؟ واش هذا عاد الدري ميت وما كلشي مشي وقن عليه المخزن البوليس كلشي كيشوف فيه ومسامحين فيه؟ علاش هذا الشيء ملي ما يدخلوناش علاش جابونا؟ علاش فحلوها؟ بغيت نعرف علاش جايبنا حنا بولادنا حنا جالسين مرميين حنا هنايا بالجوع بالنوع، كيدخلوا الشباب تما كيقتلوهم بالجوع بالنوع بالعاني باش يدخلوهم ويوليو يخرجوهم. علاش فتحوا لهم علاش يوليو يخرجوهم؟ بغينا نعرفوا. صح حنا عندنا حق، جاوبونا، خصنا المسؤولين يجيو يهضروا معانا. علاش حنا جايين حنا حارتين البلاد بيت جايين حنا في الطرقان الجوع النوع، جايين حنا من العراج وجايبين حنا عباد الله كيركبونا. علاش ملي ما يقدوش بينا علاش حلوا لينا الحدود؟ علاش حلوا؟ الشباب كتموت، بلادهم كيموتوا، ما كيقدروش فين يلقاو فين يخدموا، ما كيخدموش، الخدمه ما كايناش، كيمشي يبيع كيشريو عليه، كيمشي يخدم ما كيعطيوش حقه. شنو بغيتيهم يديروا؟ كيمشي يسرق كيشديوه للحبس، كيمشي يسرق كيقول لك انت بصحتك. شنو بغيتينا نديروا حنا؟ شنو بغيتينا نديروا؟ مع احتراماتي لسيدنا خط حمر، ولكن هادوك اللي دايرهم حنا مسؤولين علينا ما كيخدموش خدمتهم، ما كيخدموش خدمتهم، جايبيننا حنا بالعاني كنموتوا وكيتفرجوا فينا. شنو في الاخر تيجيبوا لنا المخزن يبقى يطبطب فينا؟ علاش؟ مني حليتي قد ما سقطش ما تحلش. شباب مات بزاف، شباب مات شي 4 شهور. علاش هاد الدري هذا شاب يموت؟ ما خبر من توصل الام ديالو كي تكون؟ بغيت نعرف الام ديالو كي تكون؟ حتى هي راه معذبه عليه والدها وكتنتظروا بانه يعيط ليها ويقول لها راني خدمت ولا راني مزيان، باش تعيط ليها يقول لي راني يقول لي راه ميت. كي غتكون؟ الدري راه خص بنادم يكون كيحضر. راه الخوف ديالنا هو اللي خلانا جبناء وخلانا هكا. انا جيب لي مسؤول انا نهضر معاه اخي، مسؤول انا نهضر معاه. انا ما عنديش حق. علاش انا بيدك وكنت لقيت الوضع مزيان علاش غنمشي انا نحرق؟ علاش غنجي نحرق انا؟ علاش غنمشي نحرق؟ بوراساني الاخرى ما خلاوش يجيبوا هاد الدري. علاش نجي انا بولدي انا جالسه هاجره وجايه لهنا باش نمشي انا وولدي؟ ما كاين اللي كيسول فيا وخا نبات بالجوع، خبزه ما كنلقاش باش ناخذها، ما كاينش اللي كيعقل عليا. اول حاجه اللي مجبور باش يساعدوك يقول لك حاشاك تمشي معايا باش نعطيك اللي بغيتيها ديالك، ولكن بالخدمه ما يعطيكش. بالحق الحرام كاينه، هذيك كيشجعوا الفساد. راه خاص بنادم يهضر، راه خاص بنادم يهضر. راه الخوف ديالنا هو اللي خلانا جبناء. نعاودها، راه خاص بنادم يهضر. قالتها ولا ما قالت؟ خاص بنادم يهضر. راه الخوف ديالنا هو اللي خلانا جبناء. هذه اخطر جمله قالت من اخطر جمله قالت في هذا التصريح كله، الى جانب بعض الامور. دابا غادي نبدا نطرح الاسئله الشائكه. واحد، واخا نحاكموا هذه السيده ما كاين مشكل، ليست فوق القانون،
ليس فوق القانون. وهذه السيدة إذا متعت بمحاكمة عادلة وعجزت عن إثبات ما أتت به من تصريحات، صحيح وضعت نفسها تحت طائلة القانون الجنائي، هي في خصوم مع قواعد، ما كاينش أدنى مشكل. أنا عندي أسئلة جوهرية. واحد، واش هذه السيدة تقدر تدافع على راسها قدام القاضي؟ باينة التكوين ديالها، هذه غتعرف دير شي دفوع شكلية، هذه غتعرف دير شي مطالب، هذه غتعرف تواجه الوكيل المالي. دابا الوكيل المالي قاري القانون مكون عبدي هو المنافس ديالها في المحكمة، كي غنديروا فين هو المحامي؟ كي غنحاكموها؟ عا قولوا لي هذه الاولى اول اشكال. اسيدي ما كاين باس، كي غنحاكموها السيده فين هما المحامون؟ ما كاينش. من يتحمل المسؤوليه؟ الحكومه والسلطه. انا مواطن بيناتك انت والمحامين، انا مواطن، انا عندي حق في الدستور، عندي حق في المحامي. تقول ليش تنازلتي عليه؟ انت كيقول لك عاوتاني وتنازلت على حق. واش كاين شي واحد كيتنازل على المحامي يا عباد الله؟ الا لكان كيفاش وقد تنازلت عن حقها في المحامي. الدوله ولا الحكومه عندها مشكل مع المحامي. انا مالي، انا مراه عريشيه قلت ما كاين مشكل اخويا، ما تخشيش بيا من جمله المحاكمه العادله. عطيني محامي يدافع عليه. كي غنديروا نحاكموا هذه السيده كيما مالين الطاكسيات اللي تشدوا في تطوان بزربه. ها الاشكال. جوج، نمشيو للاثبات. هذه السيده بغات تثبت مثلا، بغات تثبت. نعطيكم امثله كيفاش غدير تثبت. اش كتقول هي؟ جابونا وقالوا لنا. كنتوقع شكون هما هادو اللي غيجيبوها؟ كتقصد هي جهات رسميه. سؤال، واش ممكن الدوله تحاكم الدوله او لا تحاكم جهه رسميه؟ عافيه زعما تجبد فلان وفلان وهذوك فلان قالوا لعب بوحدهم. انا كنبغي نتصور هذا السيناريو زعما غتقول غتجيبو غتقول قال لي فلان. كي غدير لها؟ واخا نمشي للاثبات بطريقه اخرى، وهذا الشيء عشناه. غنقول لكم تجربتي باش تكون قول. مشيت انا عند المحكمه عند القاضي تنقول له سيد الرئيس شي هذا الكلام هذا قالوا لي نائب رئيس مجلس الدوله محمد اوزيل. اش كيقول لي القاضي؟ تيقول لي لا واخا نجيبو. عرفتي راه ملي كنتفكر هادي راه هذا هو الرعب اللي وصلت له المملكه المغربيه، هو هذا الشيء اللي غنقول لكم. ماشي انا الشيء اللي وصل القاضي يدير تحيات بحال هكا، عرف راه دخلتي لمنطقه الخطر على صعيد الحقوق. الشيء المداوي واخا يجي اوزيل هنا ويقول لي خاصنا شي دليل، واخا كنقول وانت يا السيد القضاء المحترم مع الزفزافي وكذا، المتهم كيحكم على متهم شد متهم. كيجي واحد يقول لك قال لي الزفزافي حرضنا، واش جاب لك شي كاسيطه؟ واش جاب لك شي فيديو؟ قال علاش مره القضاء كيتيق هنا وكي غنديروا هذا المنطق في القضاء في العداله المغربيه؟ علاش ما كنحسوش بالامن؟ علاش دابا هاد السيده غتجي غتقول مثلا قال لي فلان ولا مقدم مع امثله، وغايقول لها بنفس المنطق اللي قال لي في اوزين، واخا يجي المقدم واخا يجي الجدرمي كيعطي امثله ما ينفعكش. كي خاصها دير؟ علاش كنقول دابا الاشكال ديال الاثبات؟ بغات تثبت اسيدي، كي غنديروا لهاد السيده تثبت فمها سمعت منا ولا قال لها شي واحد والله اعلم. دابا انا كنتصور عندها الاثبات، عندها شي واحد. واش المحكمه غتقدر تجيب لها داك الشهود؟ ولا غنوليو في نرجع ثاني للمحكمه هنا، لان القاضي هذاك ماشي قاري، راه قاري بنفس المعهد. اسيدي نعم سيد الرئيس. عاد تقول نعم سيد الرئيس. شكون اللي قال لك بنتي نتوما؟ قالها لي القايد مثال، قالها لي القايد وقالها لي الشيخ وقالها لي المحكمه. غيقول لها واخا يجي القايد واخا يجي كذا واخا يجي اوزين ما غينفعكش. وكي غدير تثبت؟ عاد دابا الاثبات. وفي وقائع اخرى بلا نمشي تقول الله يجعل ذنوبك على راسك. لا هو اللي قال، هو اللي قال، ها هما الشهود. وكيجي واحد كله مخطط كيما عشت انا في الريف، تصور واحد كله مخطط وفي الاخر راه تشد في شي حاجه اغتصاب. انا هاد السيده اللي كنقول لكم المغاربه نحاولوا خصنا الوضوح القضائي، راه ماشي عيب، بغينا نعرفوا كيفاش نتحاكموا. دابا انا كنتصور هاد السيده وقفات زيد عندي الشهود كيديروا يجبدوا لها الشهود. اولا الشهود شو نمشي الى ابعد من هذه واسمعوا هذه يا الله. ها الخطوره التي ما بعدها خطوره. شنو نقل الموقع ديال اليوم 24؟ سمعوا مزيان ماذا نقل الموقع اليوم 24. هذه الخطيره كاع مره. محاكمه مرشحه الهجره السريه صاحبه التصريح على الجابونه بتهمه الادلاء بتصريحات. وقراوا الخبر. كشف مصدر امني ان هنا الخطوره. شكون هو هذا المصدر الامني؟ ما يبقاوش يحملوني كيبغيوش. دابا دوله الحق والقانون، دابا الضباط ولا البوليس ولا الدوله ولا القضاه ولا كاع واش ما قريناش في القانون المحاكمه العادله قانون البراءه سريه الابحاث؟ ما يحملوكش هكا. هنا كنساو حنا القانون وكنساو الحق وكنساو تيولي الصداع. كيفاش زعما انت الناس كاع ما فاهمين هادشي وانت باغي تيولي واحد الخطاب اخر؟ تبقاش ديك الدوله اللي باغيه تكون كصحافي قويه. باش كتقوى الدوله بالمؤسسات باحترام القانون، ماشي دوله المزاج، دوله المؤسسات. الا درتي هذا الخطاب والله تيشعلوا فيك خيوط ديال الضوء. دابا شوفوا الخبر باش هادي. كشف مصدر امني. شكون هو المصدر الامني اللي حق مع هاد السيده؟ هو نيت اللي كيقول ولا شي واحد عتا منه؟ ياك باقا البحث سري، باقا السيده باقا الملف ما تناقش في جلسه علنيه. وكيفاش خرج؟ شوف كشف مصدر امني ان فرقه الشرطه القضائيه ما داريش. لما كشف هذا المصدر الامني لهذا الموقع عيط له وعطاه الاخبار، فتحت بحثا قضائيا بموجب تعليمات صادره عن النيابه، وذلك على خلفيه تصريحات واتهامات زائفه. ويلي ها انتم اتهامات زائفه ادلت بها مرشحه الهجره
شكون اللي كيسمي العباره؟ شكون اللي كيقول هذه هي التصريحات زائفه؟ هو القضاء، قاضي وكيل الملك ما عندوش الحق يقولها. واتهامات زائفه ادلت بها مرشح هذه الهجره السريه لموقع اخباري واعاده تداول حسابات لموقع اخباري وطني. هو هذا الموقع اللي 24 هو قال موقع اخباري وطني، هي دارت تصريح عنده. واعاده تداولها حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي. واورد المصدر ذاته ان السيده المذكوره كانت قد صرحت معطيات مضلله. ها انتم دابا هذه مشات للحبس، قابل حكم محاكمه. قولوا لي دابا حنا دارت ما دارتش نحترم وقالت شي كلام تحمل مسؤوليه وسيدي، ما كاينش مشكل، ولكن ما تحب محاكمه عادله. هاد الماده هذه واش هاد القاضي اللي يحكم علينا يقرا هاد الخبر وتيشوف قال مصدر امني كيدير هاد القاضي اللي يعطيها البراءه دابا؟ عقول لي يلاه عقول كيفاش غيجيب لها الشهود؟ واورد المصدر ذاته ان السيده المذكوره كانت قد صرحت معطيات مضلله وبوليسي ولا ضابط شرطه وصف ولقى واعتبرها مضلله. صافي كون قنعتوا مضلله هذيك، واتهامات كيديه، والبحث باقي سري. تدعي فيها بان جهات رسميه هي من فتحت الحدود في مواجهه المرشحين للهجره، وان هذه الجهات هي من جلبت هؤلاء واش هذا الملف تناقش في جلسه علنيه؟ عقول لي فتحت الحدود في مواجهه المرشحين للهجره، وان هذه الجهات هي من جلب هؤلاء المهاجرين قبل ان تخلى عنهم وترفض. واضاف المصدر نظرا لخطوره هذا وصافها بالخطوره وتضمن لعناصر تاسيسيه لجرائم. هذه الجمله بعد هذه تضمن عناصر تاسيسيه شحال لقيتها في جميع الاحداث كتلقى نفس بحال شي مصدر واحد كيعطي الصحابه هذا الشيء نفس، لان هذه العبارات داولت تعاودت بزاف. وتضمنها لعناصر تاسيسيه، عرفتي شحال قريتها مره هذه العباره؟ نفس الجمله، نفس الكاتب، نفس المحبار، نفس الشخص كيكتب. فقد تم تشخيص هوية السيدة المصرحة وإخضاعها لبحث قضائي من طرف الشرطة القضائية مدينة العريش قبل أن يتم تقديمها أمام العدالة من أجل التبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار ودخلنا عليكم بالله علاش دايرين حنا قضاة ديال التواصل. والنيابة العامة عباد الله ياك شحال تاع النيابة، والنيابة العامة تخرج تواصل المؤسسة. أنا بغيت نفهم هذا المصدر الأمني شكون عطاه الترخيص وعطاته للنيابة العامة، وهذا المصدر الأمني واش هو اللي سمع لها؟ واش هذا الملف تناقش في جلسة علنية؟ واش هذه السيدة باقا تاخذ شي براءة؟ علاش هذا الضغط على الناس؟ علاش ما كنحترموش المحاكمه العادله؟ علاش ما عندناش، علاش عندنا دستور وعندنا قوانين؟ علاش كاين السلطه فوق القانون؟ علاش؟ هذا هو مشكلتنا. علاش بعض الناس كيعتبروا هذه البلاد، علاش ما بغيناش نرقاو علاش سؤال، علاش كلشي عندنا الشروط، البحوره، التطور، الترسانه القانونيه، المبادرات ديال الفلوس، الدوله كتحط الفلوس، عدد من المجهودات. اليوم كولومبيا منين كتعترف وتحيه للدبلوماسيه المغرب ملي كتعترف ملي كتسحب على هذاك ماشي مجهود سهله كولومبيا باش تنتزع موقف كولومبي. حنا ما كنفرحوش كمغاربه، ولكن بالمقابل هذه كيشوش كما كيقولوا خطبه الجمعه عن جيل التشويش. هذا هو التشويش. علاش السيده مواطنه مسكينه عاد رويشه وعندها وليد وكتعرض محاوله الاغتصاب حسب، وعلاش هاد السيده علاش غنبركوا عليها كاملين؟ علاش خلي القضاء تعتقلت اسيدي تشدت واحد السيده على حساب داك الفيديو اللي قالت ما توصف تصريحاتها لا بالمضلله ولا تقول عليها خطيره ولا قال علاش وهذا الشيء كيقولوا القانون.